السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم لمسة من مطبخي. فيديو اليوم هو من تحضيرات رمضان. هو صراحة كينفعنا هذا الفيديو في رمضان وفي غير رمضان، اللي هي بديل ورقة البسطيلة أو ورقة البسطيلة في المقلاة ديال الحرشة. صراحة واحد البديل اللي هو تقريبي الورقة ديال البسطيلة، يعني كتجي رقيقة بزاف، في نفس الوقت كتجي شفافة. كيف ما كتلاحظوا أنا هزيت هنا الورقة كتبان يعني يدية كاملة، وفي نفس الوقت طريقة التحضير بسيطة جدا وبإمكان جميع السيدات يحضروها في البيوت ديالهم. كنتمنى نتوما تتبعوا معايا المراحل وتجربوها في البيوت ديالكم، لانها سهله بزاف وكتنفعنا في رمضان، بالاخص الا ما كانش حدانا هكا شي واحد كيبيع الورقه ديال البسطيله. كنتمنى الفيديو ينفعكم وتجربوه، ولما لا تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتزوروها. كنقول لكم هذا المنبر مرحبا بكم عندي. وطبعا ديروا لايك في الفيديو وتبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم مع عائلتكم لتعم الفائده. غادي نمر مباشره للمقادير وطريقه التحضير، وكيف ما العاده فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير ديال الوصفه، فاحنا غادي نحتاجوا ليها دقيق ابيض، يعني ما كينفعش ديروا فيها شي دقيق اخر. عندي هنايا 3 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض. غادي يخرج لكم واحد الكميه ديال نص كيلو هكاك ديال الورقه. بامكانكم تضاعفوا المقادير. غادي نحتاج ايضا قبصه من الملح، وكاين طبعا اللي ما كيديرش الملح في ورقه ديال البسطيله، غير باش كتجي الورقه بنينه من الاحسن ديروا شويه ديال الملحه. وغادي نحتاج ملعقه صغيره ديال الزيت. هاد الزيت الدور ديالو في العجين هو انه كيخلي العجينه ديالكم ما تجيكمش قاصحه، يعني كتبقى رطبه واخا كتجمعوها في يديكم. كيف ما وريتكم في الاول ديال الفيديو كتبقى العجينه رطبه ولينه واخا كنشكلوها. هادو هما المكونات. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير، فانا كناخذ مصفات وغادي نحاول نغربل فيها الدقيق الابيض دائما باش نتاكدوا من عدم وجود شوائب. غادي ندير الكاس الثالث وغادي نغربل. وطبعا هنا بالنسبه للعجين فانا غنعجنو بماء بارد، يعني من الصنبور، ما غادي نضيف فيه حتى شي حاجه. وبامكانكم ديروه دافي يعني لا اشكال. هنايا كنضيف الملح وغادي نضيف ايضا الزيت وغادي نبدا نعجن. غادي نبدا نضيف الماء تدريجيا وانا كنعجن، وكنأكد على ان العجينه خصها تكون قاصحه شي شويه، لان خاصكم تدلكوها مزيان من بعد، يعني ما ديروهاش مرخوفه. لانكم غادي توحلوا ملي تبغيو تهزوا العجينه وتوضعوها فوق من المقله غادي تولي ديفورما ليكم بزاف. دونك من الاحسن ديروها قاصحه، ومن بعد راه حنا غادي ندلكوها وغادي نعطيوها فرصه انها ترتاح، غير هي خصها تكون مجموعه شي شويه. هنا كنضيف الماء تدريجيا حتى كنجمعها مزيان بيديا، يعني ضروري تدلكوها حتى يولي الملمس ديالها ناعم، لان كيف ما كتلاحظوا دابا معايا راه باقا كتبان متكتله، ولكن انا بغيتها يعني تدلك مزيان. غادي تعطيوها الوقت تقريبا ديال 10 حتى ل 11 دقيقه هكاك، يعني تدلكوها مزيان. اولا بامكانكم ديروها في العجانه. انا غير كنحاول نشارك معكم غير بيديا واخا عندي العجانه، يعني كاينين الاخوات اللي ما كتكونش متوفره عندهم، فكلنا نديروا نفس الوصفه. هنا كيف ما شفتوا بعد ما دلكتها مزيان فانا غادي نغطيها بفيلم اليمونطير وغادي نخليها ترتاح مده ديال 10 ديال الدقائق، وغادي نرجع باش نشكلها. بعد ما ارتاحت العجينه وكيف ما كتلاحظوا فهي كتولي طريه اكثر، واخا مدلوكه كتزاد يعني تولي احسن. غادي نحاول نشكلها كويرات. وبالنسبه للعجين فانا غادي نشكلها صغيره بزاف، لان المقله عندي متوسطه الحجم. الا كانت عندكم المقله ديال الحرشه اولا المقله ثقيله كبيره، فانتم غادي ديروا دوائر اللي كتكون كبيره في الحجم. وغادي نوضعها طبعا في واحد البلاطو وغادي نخليها حتى ترتاح مده ديال نصف ساعه. يعني كل ما خليتوها ارتاحت كل ما غتطلق لكم بسهوله، يعني نفس الامر اللي كنديروه للمسمن غادي نديروه في هذه الورقه هذه ديال البسطيله. من بعد فانا كندوز المرحله ديال المقلاة. كيف ما شفتوا النار خاصها تكون مهيله اولا خاصها تكون مدمعه، لان هذه الورقه ديال البسطيله ما بغيناهاش تجينا قاصحه بحال التريد ديال الفيسه، بغيناها تبقى لينا رطبه. وكنوضعوا المقلاة بالمقلوب، يعني حنا غادي نحتاجوا الظهر ديال المقلاة. وكيف كل ما كانت المقلاة ديالكم كبيره كل ما غادي تجيكم الورقه يعني اكبر. كناخذ هنا واحد البابي وكنحاول نغمسو في الزيت نباتيه وكنحاول ندهن به مزيان المقله حتى واحد شويه الجنيبات ديالها، يعني في حاله هبطات لينا الورقه يعني ما تلصقش لينا صافي. وغادي نخليوها غير تدفى، ما غاديش نحتاجوها تسخن بزاف. وغادي نبداو نطيبوا الورقه.
هنا كناخد اول وحده طبعا بعد ما ارتاحت ليا العجينه ديالي، وغادي نبدا نطلقها حتى يولي يبان ليا سطح العمل. يعني ضروري ترقوها مزيان بهذا الشكل هذا. بعد ما كنرققها فانا كنهزها مباشره المقلاة اللي كيف ما قلت لكم سخنات، ولكن راه ما ولاش سخونه بزاف. يعني كيف ما لاحظتوا النار راه مهيله بزاف، وكنحاول نقادها لان كيف ما شفتوا النار مهيله فبامكانكم تقادوا العجينه ديالكم كيف ما بغيتوا. كتكون مازال ما طابتش مزيان، غادي نخليها فوق النار حتى ما يبقاش يبان ليا البياض ديال العجين. يعني البلاصه اللي كتكون بيضاء هي اللي محتاجه انها ما تبقاش تبان صافي. وكنهز الورقه يعني ما كنخليها لا تشد في راسها ولا تحمر، غير البياض ديال العجين اولا العجينه اللي كتبان لينا بيضاء ما تبقاش تبان صافي كنحيدها. كيف ما كتلاحظوا راها كتحيد بواحد السهوله، وكنحاول نخليها هكا مجموعه باش الجوانب الا كانوا باقيين شي شويه خضرين، يعني انا العجينه ما خصهاش تبقى عندي في الورقه، كيطيبوا حتى هما واحد شويه وكيوليو شادين في راسهم. هنا كنعاود بنفس الطريقه كيف ما كتلاحظوا راها سهله بزاف. وبامكانكم يعني واخا تعوج ليكم تقادوها فوق من المقله، يعني كتكون باقا لينه ملي ما كتكونش المقله سخونه بزاف. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى ما كتبقاش باليه العجينه بيضاء صافي. وكنحيد الورقه ديالي بكل سهوله، راها كتحيد معاكم. كنوضعوها طيب واحد شويه من الجوانب صافي وكتكون عندنا واجده. كنبقى مكمله بنفس الطريقه كيف ما كتلاحظوا راني كنوضعها، وحتى لا تعوجات ليا شي بلاصه كنحاول نقادها. وكيف ما كتلاحظوا راه دغيا غادي طيب معايا، يعني اين فوا ما غتبقاش بالي العجينه خضراء صافي كنحيدها. هذا هو السر في هذه الورقه هذه، ما تخليوهاش البنات حتى تنشف ليكم. غتوليو الا بغيتو طويوها غادي تكسر معكم وتقولوا الوصفه ما ناجحاش. يعني غير هانتوما كيف ما كتلاحظوا راه ملي كنهزوها في يدينا كنلقاوها باقا رطبه، ممكن نجمعوها وممكن نحلوها ما كيطرى ليها والو. شتو راني دغيا حيدتها. كنخليها تحمر اولا عفوا غير تشد راسها شويه من الجناب هكا ما تبقاش خضره دوك الحواشي اللي كيكونوا في الجناب صافي. وكنحيدها. غادي نكمل بنفس الطريقه. الكميه كامله اللي عندي راه دغيا كتسالي، وخصوصا الا كنتو بغيتو ديروا كميه كثيره يعني راه غادي تشد لكم واحد شويه ديال الوقت. والجميل في الامر انكم الوقيته اللي تبغوا تحضروها كبريوات اولا بسيطلات صغار، يعني بداك النهار تحضروا الورقه ديالكم. لا داعي انكم يعني ديروها وتحتفظوا بها في المجمد، واخا هي راه كتبقى في المجمد. غير هي من الاحسن تخدموا بالورقه ديال البسطيله ديال نفس النهار. وهذه هي الورقه ديال البسطيله بعد ما انهيت الطهي ديالها، فراها تقريبا جاتني كلها نفس القياس. ممكن تقادوا جنيبات بالمقص، انا صراحه ما عنديش مشكل ان يعني يبقى واحد شويه ديال الديكالاج، كنقادهم من بعد ملي نبغي نشكل البريواز ديالي. وهنا كيف ما كتلاحظوا الورقه كيفاش كتجي، راها كتجي شفافه يعني تماما بحال ديال الزنقه، وفي نفس الوقت يعني كتجي لينه ورطبه. يعني ممكن نشكلوها كيف ما بغينا. يعني تاكدوا وكونوا اكيدين انها ما غاديش تقطع معكم. وان شاء الله غادي نصيب لكم بها وصفه اولا بريوات عما قريب باش تشوفوا النجاح ديال الوصفه، باش نتوما يعني تكونوا متاكدين ان ديك الوصفه ناجحه. خاصكم تطبيق ان شاء الله غادي نديرو لكم. وهذه راه الفكره هذه راه غتفيدكم في رمضان بزاف، يعني لان رمضان يعني كتستهلك فيه المورقات بزاف على العجائن. يعني كناكلوا المورقات على العجائن، فلما لا نستغلوا هذه الوصفه هذه. كنتمنى انها تعجبكم، ولما لا تشجعوني عليها بان بوتي لايك واشتراك في القناه، وطبعا بارطاج الفيديو لتعم الفائده. غادي نضرب لكم موعد في وصفات مقبله بحول الله. الى اللقاء.